السلام عليكم، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ فيديو جديد مع بعض، فيديوهات نزلت شطب شقتك ودردشه. ديكورات ما خدتش حقها، فعلا في ديكورات. يعني انا من 2005 شغال زي ما حضرتك خلاص عرفتوا بقى. داخل في 20 سنه اهو، الحمد لله، ربنا يدينا ويديكم الصحه يا رب. في ديكورات فعلا كتير جدا كانت خطيره خطيره من خلال الكارير بتاعي، وللاسف ما خدتش حقها فعلا. من اهمهم وده اللي هتكلم عنه كان ماتيريال كانت في شركه يوتن، كان اسمها ستوكو انتيك. هي باختصار اللي هو المعجون الرخامي. المعجون الرخامي ده يا جماعه كنت طبعا تفرده على الحيطه وتعمله يبان لك الحيطه كلها قطعه رخام، حسب بقى التشبيحه اللي انا بتحكم فيها، الالوان اللي انا عايزها، بالاختيار اللي انا عايزه، اللي اقدر اعمل بيه ماتشنج مع العفش اللي موجود، التابلوهات، الديكور بتاع الكونسبت اللي انا حاطه للريسبشن. كانت مشكله الموضوع ده، او في رايي الشخصي اللي قتل الافكت ده بالذات في مجال الديكور، هي حاجتين. اول حاجه انه متعب جدا 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 للصنايع. تاني حاجه انه كماتيريال مقارنه بغيرها كدهانات اغلى. فكان ايامها كان في نفس التوقيت نازل الجليز، وكان كله بيعمل ايامها سبونج. الجليز عباره عن ايه؟ وانت واقف في 5 دقائق حرفيا بتدهن الجنب جليز، بتيجي بالسبونج. اي افكت بقى انت بتعمله، اي تكنيك انت بتعمله، بتقوم عامل تك 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 بالسبونج، ربع ساعه الجنب خلص. الستوك انتيك يا جماعه كنا عشان نعمله كنت تقعد فيه 4 ايام في جنب بس بتخلصه. انت بتدي له سكينه طول وسكينه عرض وده ايه ده بعد ما خلاص بتبطل. تبدا بعد ما بتبطل تيجي تاني بالمعجون بقى سكينه طول وسكينه عرض، وبعد كده التشبيحه بتاعته، وبعد كده بتبدا تكوي التشبيحه، وبعد كده تبدا تلمع الكلام ده كله الجنب. الفينش بتاعه اعلى من اي حاجه موجوده في السوق، واعلى كمان من بديل الرخام. بديل الرخام حتى لما بيتعمل بيبقى فيه لحام، انت كده كده مربوط بمقاس العرض بتاعك متر 20، فانت خلاص مربوط بمقاس. انما ده اي حيطه من غير لحامات، من غير لحامات، وبتعمل عروق زي ما انت عايز بالالوان اللي انت عايزها. فكان افكت جميل جدا. انا ساعات يعني هقول لكم والله، ساعات لما كانت الصناعه تهرب منه كنت انا بعمله بايدي. انا لان انا دايما بحب زي ما قلت كتير الحاجات الاوت اوف ذا بوكس. انا بحبش الحاجات التقليديه ولا التقليد، فكان بالنسبه لي فرصه حلوه ان الناس بتهرب منه عشان اعمل للعميل بتاع حاجه مش منتشره وحاجه جميله. فكان ديكور جميل ما خدش حقه. فبنحاول نديله احنا حقه في فيديو من الفيديوهات. فيديو جديد مع بعض. تتشطب شيء. السلام عليكم.